السلام عليكم. كلنا بنزهق من الطرق التقليدية للأكل، وساعات بنحب نغير كده لحاجة بره الصندوق. عشان كده النهاردة هنعمل مع بعض تجربة الفرايدي تشيكن أو دجاج البروست، ونشوف نسبة نجاحها كام في المية. يلا بينا، بس قبل ما نبدأ هنعرف إجابة السؤال اللي فات: كم عدد أبواب الجنة؟ 8 أبواب. والنهاردة هنسأل سؤال جديد: ما اسم خازن الجنة؟ ربنا يجعلنا من أهل الجنة يا رب وإياكم. يلا نسمي بسم الله. اول حاجه هنعمل التتبيله، واعذروني لو في حاجات اتحذفت معرفتش احطها. اول حاجه احط معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه من الثوم البودر ومن البصل البودر، دي مش موجوده اعذروني ما يا جماعه معلش. ثوم بودر، بصل بودر، معلقه شطه، معلقه جنزبيل، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح. وهنضيف عليهم معلقه من المستردة، معلقه كبيره كده من المستردة، وعصرة ليمونة وشوية خل. وهقلبهم كويس جدا، وهحط فيهم قطع الفراخ على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا هنا كان معايا وركين قطعتهم، الفخدة لوحدها والدبوس لوحده وجناحين، والكمية ديت على قدي انا في بيتي، فكل واحد يشوف هو بيعمل ايه ويبقى يضاعف بقى كمية البهارات. هتبلهم كويس جدا، وهسيبهم في التلاجة مش اقل من 6 ساعات، وهكون مفتحاهم حاجة بسيطة كده بالسكينة. يلا بينا نعمل خلطة الكفر. هجيب معلقة كبيرة من النشا، وعليها نص معلقة من البيكنج باودر أو الكيك شيف الموجود عندك هتحطيه. هتضيفيهم في علبة من البلاستيك، وهتحط عليهم كوبايتين من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا. وهضيف البهارات اللي استخدمتها في تتبيلة الفراخ، اللي هي معلقة كبيرة من الجنزبيل، معلقة من البابريكا، معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، وكمان شوية ملح وشوية فلفل. وهقلبهم كويس جدا عشان كل المكونات تتجانس، ويبقى كل الدقيق بطعم التوابل والبهارات اللي انا حطيتها. في طبق عندي هجيب شوية مكعبات من التلج، وهحط عليهم كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الفراخ اللي انا تبلتها واحطها في الدقيق المتبخر، واغطيها كويس جدا بالدقيق بحيث يصل لكل جزء فيها. وهشيلها احطها في المية المتلجة اللي انا حطيت فيها التلج زي ما انتوا شايفين كده. هحطها في المية المتلجة وارجع احطها في الدقيق تاني. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، وتكتبوا رأيكم في التعليقات، لان ارائكم بتفرحني جدا. ويلا نكمل. هحط الفراخ في الدقيق واقفل العلبة وارجها كويس، علشان اعمل الطبقة المزجزجة اللي هي بتبقى على الفراخ. ومش هعمل الحركة دي غير قبل ما اقلي القطع، يعني ما ينفعش اعمل الفراخ كلها كده وارجع اقليها كلها مرة واحدة. انا عملت القطعتين دول وهقلي القطعتين دول، ولما يخلصوا ارجع اعمل الباقي حاجة حاجة، علشان الطبقة دي ما تتبططش. انا عايزاها لسه معمولة. هنزل عليها بزيت سخن جدا عشان الطبقة ما تتفكش زي ما انتم شايفين كده. هنزل بيها في زيت سخن جدا، وهسيبه على درجة حرارة عالية حوالي 5 دقايق. لما الكفر بتاعها ينشف ويحمر شوية، ههدي عليها النار حوالي 15 دقيقة أو يعني 10 دقايق على حسب حجم الفرخة. وياريت حجم الفرخة ما يزيدش عن 1.5 كيلو، لأن الفرخة دي كانت كبيرة شوية فخدت لون أكتر وسوى وقت في السوى أكتر. وهقدمها مع سلطة الكولوسلو مع البطاطس المحمرة والصوصات بقى زي ما انتوا حابين. طيب التجربة معايا كانت ناجحة بنسبة 70%. الكفر اللي كان على الفراخ ما كانش ثابت قوي. الفراخ كانت مستوية وكان طعمها جميل جدا، بس بالنسبة لي مش أحسن حاجة. هنعمل مع بعض طريقة تانية ونبقى نشوف نسبة نجاحها كام.